عرضيه خطيره، يخرج الدفاع، يخرج الحارس، وشباك الهدف الاول في خطا قادم سجله ادريانو في 15 دقيقه. مش معقول بهذه الطريقه. الهدف الاول هدف مستحق لبرشلونه، هدف كان واضح، نتيجه الضغط الكتالوني ولا نوع من الارتباك ولا نوع من الخوف. التركيز لبرشلونه من جهه كاسولا، الكره تتوزع، كانت سهله بالحاج والصقر وارتباك ورهبه تكلف السجل. الهدف الاول مش معقول، مش معقول هذا الهدف. خطا قاتل، خطا قاتل. بيدرو يوزع كره، شوف الحاج هي مش ممكن تعمل كنترول. والهدف الافتتاحي في المباراه 1-0. من الدوليين في كتيبه السد، حذر من هذه الاخطاء، حذر التسديده والهدف الثاني. الهدف الثاني من ادريانو في غياب ميسي. اليوم يظهر ادريانو في عدم التهديف من انيستا، يسجل ادريانو. والحقيقه اهداف نادي برشلونه كانت عن طريق اخطاء سدويه، هدايا سدويه. ايها السد الكبير، ايها السد العظيم، البرسا لا يهدى له اهداف، لا تهدى له كرات، لا تهدى له اجوال. شوف الهدف الثاني، التسديده والثاني لادريانو. هنا الثنائيه لادريانو، صدق او لا تصدق، ادريانو هداف المونديال، هداف كاس العالم 2011. 2-0 للبرازيل. يمشي ميسي الخطير، ميسي وصل كوره، فرصه. الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث من السيد كيتا. خدمه كبيره، خدمه كبيره. هدف باسيست من ميسي، هدف الثالث في الدقيقه 18. ونبقى فوساتي مره اخرى، يلزم نلعب كوره لانه 90 دقيقه دفاع باش تخسرها النتيجه والمباراه كيما خسر الباقيين. هذا السبب اضم صوتي لصوت الكابتن شتالي اللي قال ليس عار انك تخسر 4 و5 من برشلونه، لكن يلزم تلعب في الكره الشاطئيه. وكوره للرباعيه خطيره. الهدف الرابع، الهدف الرابع من ماكسويل. ماكسويل يسجل الرابع. 4-0 لبرشلونه. عدم تركيز من جهه الرواق الايمن، عدم تفطن من كاسولا، يدخل ماكسويل الباك الليفت. السد وفوساتي وكل العالم كانوا يتوقعوا، كانوا يتصوروا أن الخطورة منشاها ميسي، انيستا، بيدرو، الفيا وسانشيز، ولكن الاربع اهداف جات من مدافعين، 2 من باك رايت ادريانو، واحدة من الباك ليفت لاعب الشمال ماكسويل، ولاعب الوسط ارتكاز بيفو